السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما اسنانك بتبدا تتلخلخ وبتوجعك بتعمل ايه؟ بتاخد بعضك وبتروح عند دكتور الاسنان. دكتور الاسنان بيكشف بيلاقي حاجه تتشال، بيقول لك ايه؟ احنا عايزين ننضف ونشيل. فانت عشان تتخلص من الوجع ده بتعمل ايه؟ تقول له شيل ونضف. حلو حلو. بعد كده بتاخد بعضك وتروح على البيت بعد ما تخلع السنه ديت اللي كانت عامله لك وجع وعامله لك وش في دماغك. بتلاقي لسانك طول الوقت رايح جاي رايح جاي رايح جاي على مكان السنه اللي اتشالت ديت. او معنى صح كده ايه؟ لسانك حاسس بفراغ مكان السنه اللي اتشالت. وعمرور الايام والوقت بتلاقي نفسك ايه؟ خلاص اتعودت، او بقى لسانك خلاص اتعود على الفراغ اللي موجود. وبتقعد تسال نفسك ايه ده؟ هو انا كان لازم اشيلها يعني؟ فتلاقي نفسك ترد عليك وتقول لك طبعا هي مش كانت عامله لك وجع يا ابني؟ يعني كان عاجبك يعني؟ الخلاصه من القصه دي ايه؟ الخلاصه من القصه دي ان انت لازم بعض الاوقات لازم تتخلى عن اشخاص كانت مهمه جدا في حياتك. لازم تتخلى عن اشخاص كانت غاليه جدا على قلبك. لازم تتخلى عن اشخاص كانت مصدر سعاده وطاقه ايجابيه ليك لحياتك. انا عارف ان انت لما تتخلى عنهم اكيد هيسيبوا لك فراغ كبير قوي في قلبك، بس كفايه انهم ما يجوش يوجعوك.